بتحكي وبتقول انا متجوزه من 6 سنين، طول الوقت ده كنت بخاف يسيبني، فطول الوقت انا الطرف اللي حرفيا بيتشقلب في العلاقه دي عشان تبقى الايام حلوه والجو العام يعني لطيف. فاي زعل كان بيحصل سواء انا اللي غلطانه او هو اللي غلطان، انا اللي بروح اسايس واصالح عشان يعني الدنيا تمشي. وكل ما الوقت كان بيعدي انا اللي ببذل مجهود اكتر عشان يرضى ويفضل موجود وافضل في نظره احسن ست. وقفت معاها شويه كده عند كلمه احسن ست وقلت لها احسن من مين مثلا. سكتت شويه وبعدين قالت لي معرفش، المهم ان انا اكون احسن ست. سالتها ولو ما بقيتيش احسن ست، على طول راحت قايله لي محدش هيحبني ومحدش هيقبل بيا في حياته. قلت لها مين مثلا ما بيحبكيش لما بتاثري؟ قالت لي زمان طول الوقت ما كانش مسموح لي ان انا اثر في حاجه، لا دراسه ولا شغل بيت ولا اي حاجه. اهلي دايما كان رد فعلهم تقطيم وتانيب ليا في الرايحه والجايه. بنات كتير اتربت وتقدم لها الحب مشروط، وده الحب اللي كان بيتقدم لنا من اهالينا بس واحنا شاطرين وناجحين. مش متخيلين بقى ازاي الطريقه دي من الحب بتاثر علينا لما نكبر، بتزرع جوانا فكره انك لازم تتشقلب للناس دي عشان يرضوا عنك ويحبوك، لانك ببساطه مش كفايه ولازم يبقى عندك انجازات عشان تتحب. الحب الغير مشروط ده بيتقدم بس من الاهل لولادهم عشان ولادهم يطلعوا شبعانين وشايفين نفسهم كفايه، وما يفضلوش طول عمرهم بيدوروا على ناس تقبلهم في علاقات بتستنزفهم عشان يتحبوا ويتشافوا.